السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هخلي معاكم الفسيخ وهفتحه معاكم وهعمله بطريقتين. تابعوني لاخر الفيديو وشجعوني باحلى لايك. وبعد 12 يوم بفتح على الفسيخ، كنت كل يوم بقلبه من الجنب ده للجنب ده. هفتح عليه بقى، هقص كل الكياس مرة واحدة كده بالمقص. وهفتح البطن بتاعت الفسيخ بسكينة بقى حامية او بمقص. ويطلع معايا بقى واخد اللون الروز ده وزي الزبدة، ولا ريحته جامدة قوي. هشيل الراس بتاعت السمكة، وطبعا انا مش هشيل القشر بتاع السمك عشان انا مش محتاجه الجلد في حاجه. انا هخلي الفسيخ، هسيب الجلده زي ما هي كده، هاخد اللحم بس وهرمي الجلده زي ما هي كده بالقشر كله. هشيل البطن بالسكينه كده، انضفها كويس قوي. عفوا للمنظر، بس في ناس طالبه ان انا انضفه يعني واوري لهم بيتنضف ازاي. هجيب سكينه وبحرف السكينه كده هشيل الفسيخ، بيطلع معايا بكل سهوله. طريقته سهله قوي، مش بتاخد معانا وقت. نضفوه واعملوه في البيت وهيطلع معاكم قمر بالشكل ده. بصوا الجمال، زبدة وريحة وطعم، حاجة جامدة قوي. هعمل طريقة بالطحينة. معايا نص كوباية من الطحينة، هضيف عليها مية دافية كده. احل الطحينة كده زي كأني هعمل سلطة الطحينة. هحط المية كده واحدة واحدة. انا عايزة القوام بتاعها يبقى زي سلطة الطحينة كده، ما يبقاش تقيل قوي ولا يبقى خفيف. عملت معاكم سردين مملح، هسيب لكم الطريقة بتاعته في اخر الفيديو. كده القوام مظبوط. هقطع بصلة كبيرة مكعبات صغيرة قوي، وارش عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وافركهم مع بعض كده كويس قوي. طبعا الطبق بتاع الفسيخ اللي بالطحينه ده بيبقى طعمه جامد قوي. ممكن تقدميه لضيوفك وتحطيه في نص السفره كده، بيبقى حلو قوي. وهحط معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من الزيت على البصل، واقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. اكون بقى مقطعه الفسيخ بقى حتت صغيره بالشكل ده. هنزل بيه كده على الحاجات دي كلها الجميله مع بعض. اقلب بقى كده كويس قوي. وهحط عليه ليمونه كامله، هعصر عليه ليمونه كامله. الطبق ده جامد قوي، عايزاكم تجربوه، هيعجبكم قوي. وهقطع الفسيخ اخليه بالشكل ده، وهرش عليه زيت وليمون زي الطريقه العاديه اللي احنا بنعملها. بس ببقى مقطعاه صغير كده، وارش بقى عليه زيت وليمون بس. كده عملناه بطريقتين، الطريقه العاديه اللي بنعملها والطريقه اللي بالطحينه. معاه عيش بلدي بقى 15 20 رغيف، وطبق الخضار الجميل ده، فلفل وبقدونس وبصل اخضر وخس بلدي، حاجه كده بقى ايه، جامده من الاخر. يلا ندوق كده مع بعض. بصوا زي الزبده مع البصل الاخضر بقى. واو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وضيفوا صحابكم وقرايبكم ونوروني. جامد قوي. باي باي.